بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جميل أن تجعل لنفسك سقف، وأجمل ما يكون أقل شيء ما كان يفعل سيدنا أبو هريرة 12,000 من الاستغفار اليومي على قدر عتقه، ونحن أولى بأن نزيد، فنحن عتقنا أكبر بكثير. نعم، لأننا ذنوبنا كثيرة. بدي أتكلم اليوم في معي قصص جميلة جدا سأنزلها تباعا إن شاء الله، لكن بدي أتكلم نزلت هذا البوست وجاءت أسئلة، صليت العشاء في مسجد. نعم، صليت العشاء في مسجد في قرية مجاورة، وأرادوا أن يحيوا الليل، يعني في قيام الليل، وكانها صلاة تهجد شيء هكذا، يعني قيام ليل شباب. بدي أتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله. هل ينقصنا قيام الليل أم شيء آخر؟ بالحال حالنا، يعني الوضع اللي نحن فيه، الوضع هذا الذل وهذا الخزي الذي نعيشه. خلينا نوقف شوي. يعني أنا نزلت هذا البوست اليوم. اعلم أخي إن ثمن الربا والإباحيات والغيبة والنميمة والغش وقلة الحياء من الله هو ما ترى من هزائم وذل وديون وأمراض ونكد وطلاق، وسمي ما تشاء، وسمي ما تشاء من مصائب تصيب هذه الأمة. نعم، فطبعا أجتني تعليق، ونتكلم عن التعليق وعن القصة التي قلت لكم. قصص مش قصة، أصحابها يروها بألسنتهم إن شاء الله. بس هيك وقفة تفكر. بدي أفرجيكم كمان شيء، خذوا معي شوي وتفكروا بالله عليكم، تجلسوا تتفكروا بالله عليكم، اجلسوا وتفكروا ماذا يفعل الله بالمستغفرين وماذا يفعل الله بالغير المستغفرين. خلينا نشوف. هل أنا قلت المستغفر الله يعطيه ما سأل وما لم يسأل؟ ليش؟ ليه؟ يعني هو من جيب الكلام، يعني هكذا الله جل في علاه. عشان أبين لك الفرق بين الصلاة على رسول الله بالمختصر والاستغفار. الفرق بين الصلاة بالهم، الهم الذي في الصلاة على رسول الله والهم الذي في الاستغفار أنا بينته في دروس، في حلقات خرجوها، كنت محمد حجازي. والفرق بين الصلاة على رسول الله والهم الذي في الاستغفار. بحديث ابن أبي ابن كعب قال رسول الله، يعني يا رسول الله اجعل كل صلاتي لك. قال بالمختصر، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. همي الأكبر، أنا عندي هم أكبر، بدي أتزوج، بدي أعمر، هم. لكن الرسول عليه السلام قال في الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم. إذا تكفى همك ومن كل هم. هذا فرجيك، بدي أفرجيك، يعني أريك. إذا تسمع كلمة أفرجيك بالعامية عنا بالدارجة كيف بيقولوها، يعني أريك، بدي إياك ترى شيء أنا والله ما سألت عنه، لكن بدي أبين لك الثمن الذي كنت أدفع ثمنه هذا الأمر. لحظة. نعم إخوتي الكرام، هاي حصوات. فرجيك كمان صورة. هذه حصوات وقدهن على كمان مرتين. هاي حصوات، شوف شكل الحصوة، شايف كيف مدببة؟ يعني كلما جرت هذه الحصى في المسالك البولية أجلكم الله، يعني هي تذبح ذبح. هل سألت الله أن يخرجها لي؟ والله ما سألته ولا كنت أعرف. وعندما خرجت أنا عملت عملية
وأول نوبة بتذكرها كنت متوجه، يعني كنت بعدني في الإعدادي، نعم يعني بالثانوي أول الثانوي، يمكن صف تاسع، متوجه إلى المدرسة التي كنت أتعلم فيها، وكان الجو بارد شتاء يعني، وأصابني ضيق النفس يعني، وكانت هي هذه الرمال ما استطعت أن أتنفس. وبتذكر كانت بعدها شبابيك الباص تفتح، اليوم لا تفتح، كانت تفتح شبابيك الباص، وفتحت الشباك حتى أخذ نفس، والجو بارد من كثر الوجع. هذا البداية. وعندما عملت الالترا ساوند والله كاني كنت في جهنم والعياذ بالله. اجلكم الله عندما تدخل للتبول، خلينا واضحة الامور، وكأنها يصب الحميم عليك والله. لكن انا اليوم مستغفر، يعني انا بالكاد شعرت انه لا، لم اشعر في يعني، وكأنه شفط بول قليل جدا جدا جدا، ونزل كمية من الحصى، والحمد لله رب العالمين. هل أنا سألت الله عن هذا الأمر؟ أنا لم أسأله. هل هذا هم؟ والله الوجع الذي كان، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، بعد ما عملت عملية الأولترا ساوند وخلصت، ومن كتر الوجع بدأت أصلي ركعتين شكر لله. صليت يمكن أكثر من سنة هاي الركعتين شكر لله بعد صلاة المغرب، يعني بعد صلاة المغرب، بين المغرب والعشاء كنت أصليهن. حتى جاء واحد وقال ما فيش صلاة شكر، في سجود شكر، مع اني تبين لي انه هناك انت تستطيع، وسمعتها من مشايخ كبار انها صلاة الشكر. فقطع الطريق علينا، كما قطعوا الطريق آخرين بجهلهم على من يقرأ سورة البقرة أكثر من مرة أو يكررها. ثم قالوا لهم، وهذه كانت حقيقة مع أحد المتابعات عندي، قال كنت أقرأ سورة البقرة يوميا ومبسوطة وأموري ما شاء الله عليها. ثم جاء واحد قال لي لا يجوز عليك، لا يجوز أن تكرريها، يعني اقرأي كل القرآن. تركتها وبدأت يعني تركتها. المهم تركتها. قال فانقلبت حياتي رأسا على عقب، وانتكاسات وأمور ما عرفتش ليش السبب. نعم مرات يعني بعض الأحيان الواحد بأخذ على نفسه أمر، يعني مثلا أنا بحب سورة البقرة، مثلا أخذت سمعت من فلان سورة البقرة، أنا بالعادي بدي أفهم ماذا يقول العلماء، ما يقول مشايخ، جميل، لكن ما الناس ما بتطبقش ولا شيء. حلو، خلينا سنأخذ اني انا سمعت فلان بيتكلم عن سورة ياسين، او فلان حبيت الموضوع عن سورة البقرة وتكلم، وانا اخذت سورة البقرة محمل الجد، بدأت اقراها كل يوم. انا بالماضي، مش انا يعني بقول بالماضي، ما كان هذا الاخ يقرأ ولا شيء، لا يفتح كتاب الله ولا شيء، يعني يا دوب يصلي. فاليوم اخذ سورة البقرة، عابوا عليه سورة البقرة 2.5 يختمهم كل يوم، عابوا عليه. يعني يا بتاخذ كل المصحف يا تاخذش ولا شيء. شوف مين افضل؟ سورة البقرة ستأخذه بفضل الله، لأن سورة البقرة لها فعل، هي الفاعل، أنت المفعول بك يا أخي، عشان تفهم. أنت بالبداية أنت الفاعل، أنت تقرأ، لكن بعد الاستمرارية بقليل، شهر شهرين 3 تنقلب الآية معك، تصبح هي الفاعل وأنت المفعول بك. لا تتركها. هاي للذين يستمروا واستمروا. بالأخص كيف بينت أنا سورة البقرة، كيف بينت 4 مرات مثلا لمدة 2-3 خلص، حتى تشلح السقطات وتخنس ويخنس هذا الشيطان تبعك. انت بال4 مرات تأسر قرينك، هذا القرين الخائن الذي ينقل كل معلوماتك للخارج. مع سورة البقرة سيبقى أخرس لكنه يوز، ستخرسه سورة البقرة، ما بيوصل معلومات لا للسحرة ولا للشياطين، انتهى أمره. المستمر يا إما هي بتخرسه فلا يتكلم لا يفهم عليه، إما تحجبه عنهم فهو أسير جسدك، ولكنه من صفاته كالسم، يسمي النحل، يعني عندما تقرص كالنحلة فهو يفعل فعله.
وهذا القرين الشيطان له فعل انه يوسوس لك بالسوء اذا تركت له المجال. يعني تركت له المجال بالمسلسلات، بالغيبة، بالنميمة وهذه الامور. شايف علي؟ ان تركت له المجال، هو هذا طبعه، خلق لهذا الشيء، يوسوس لك بالباطل، ياخذك الى جهنم. نعم، هذا هو، هاي صفاته. مفهوم؟ فالحمد لله رب العالمين. شفت انا، والله انا ارى كل من لا يستغفر، كل الذين لا يستغفرون سيصيبهم من الله عذاب وخزي وذل وسترى بأم عينيك. صبر جميل، اصبر، ووالله لن يكون التمكين إلا لهذه الفئة المستغفرة، والله لن يكون، لربما يتداركوا أنفسهم، لكن ما منا نصل للحال الذي قاله والعياذ بالله فرعون، وقال له الله جل في علاه الآن، عندما قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، يعني عندما يدركك الطحن الأمور تغلي، الأمور مش رايحة تستقر، الأمور تغلي، والذل ركبنا إحنا، مش المستغفر. لا مش المستغفر. إذا أنت يا مستغفر لازم الاستغفار، صار لك مدة مش عمال تشعر بكلامي، لأنك أنت مستغفر. والله لو كنت حافظ لكتاب الله وحافظ لكل الصحاح، وتقوم الليل بالليل والنهار، تقوم كل الليل، إلا المستغفر استثناه الله، استثناه، وما كان الله معذبهم يستغفرون. الآن قلت لك إني أنا صليت العشاء في مسجد قرية مجاورة، والشباب بده يقيموا ليل، ما شاء الله تبارك الله، جميل. هل ينقصنا قيام ليل؟ أنا لا أعيب ولا أي عمل، بل هل الأمة ينقصها حفظ لكتاب الله، قيام ليل، صدقات؟ هل هذا الذي ينقص الأمة؟ هذا البوست اعلم يا أخي إن ثمن الربا والإباحيات والغيبة والنميمة والغش وقلة الحياء من الله هو ما ترى من هزائم وذل وديون وأمراض ونكد وطلاق، وسمي كل الذي وسمي ما تشاء. هل أنا إذا قمت الليل الله بيعذبني؟ إذا ما قمتش الليل بيعذبني؟ الله لا يعذبني، هي نافلة. ولكن أين الفريضة؟ أين الفريضة الضائعة؟ الذنوب، أنت منهي عن الذنوب، أنت منهي عن الشرك الذي يحبط كل عملك. هذول الجماعة الذين صلوا قيام الليل، سؤال بالله عليك، اللي بدخن مش بعد ما يخلص الصلاة يطلع يدخن؟ مش اللي عنده أرجيلي ودواوين وتيك توك، هذا يعني يقلب صفحات التيك توك ساعتين ثلاثة سيعود إلى التيك توك؟ مش الذي عنده لعبة كرة قدم قد تؤخر الصلاة له سيشاهد كرة القدم؟ يعني ماذا غيرت هذا قيام الليل؟ أنا لا أعيب، أنا بدي قيام الليل يكون مع المراقبة لله وترك الذنوب، هذا اللي بدي أياته. أنا ما بدي أنا ألحق أساوي نوافل والفرائض مضيعها كلها. هذا الذي قام الليل ليس عنده من الغيبة ما عنده، ليس عنده من ذنوب الخلوات ما عنده. هذا الذي أصل مع هذه الأمة، والله سيدفع أثمان الذين في هذا الزمان، في هذه الأيام القليلة القادمة، الذين يتجرؤون على الله. الله فتح المجال للمستغفرين، انتشر الموضوع بالنار كالهشيم. هناك بلا مؤاخذة مشايخ، أول إشي في منهم لا يعرف ولا شيء عن الاستغفار، وفي منهم ببيع كلام، كل يوم عنده موضوع، يعني مش ماخذ الأمي محمل الجد، الأمي أمة الإسلام، ماخذ نفسه كيف يروج لكلامه، ماخذ نفسه بفكر بحاله كيف أنا بدي أعرض البضاعة، ما هو ماخذ إنه الأمي كيف ممكن إني أوصل بأحسن طريقة المعلومة لهذه الأمة. عسى الله أن يتوب علينا وننهض، لن ننهض بدون التوبة والاستغفار،
لن ننهض، لن، ولكن الله أذن بالنهوض، الله أذن، فنحن ماشيين مسارين، مسار رحمي ومسار عقاب شديد. الله جل في علاه معروف أينما كان ينزل الآيات الحسية، هذا المطر الذي ترونه، أنت بصحراء، مين أنت ولا مين أنا ينزل لك الله لك مطر؟ قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال إني منزلها ومن يكفر منكم بعد ذلك فإني أعذبه عذابا أليما، أو كما قال الله جل في علاه. يعني أنا مش حافظ الآية صراحة. أنت نزل لك المطر، فإذا أنت أدرت ظهرك لهذا المطر وذهبت سترى عجب من عقاب الله لك. نعم الله رحيم، ولكن الله شديد العقاب. الله أراك، وعندما أرى كل فرعون وأرى الأقوام السابقة أراهم آيات حسية، لما كانوا يكذبوا قالوا هذا عارض ممطرنا، كانوا يروا آيات حسية، فعندما كانوا يكذبوها كان يبطش بهم بطش. نعم، فانتظروا بطش، كل من كذب ينتظر البطش، كل من سمع الاستغفار وأدار ظهره، كل صاحب منبر. يا جماعة أصحاب المنابر بفكروا لازم يحضروا خطبة جميلة تطرب المصلين، كل يوم موضوع، كل يوم موضوع، وكأننا بألف خير، كل يوم موضوع قيام ليل وما شاء الله بدهن مواضيع، لكنك أنت أول شيء يقبل هذا قيام الليل، حتى أنه يقبل هذا العمل الذي بتعمله يا أخي الكريم. قالوا يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل، هي أقامت الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. لربما إذا تكلمنا عن هذا الموضوع يقول لك من هذا الفاسق وهذا الفاشل وهذا الكاذب وهذا هكذا، لا يستحي من الله، لا يخاف الله، زكى نفسه وبدأ يوزن الأدوار. إذا في هذا الزمان الموضوع مش أمة، أنت لست من الأمة. إذا الموضوع عندك في راسك فقط ديني ومصرياتي وفلوسي وأنا وسيارتي وأنا وقف سيارتي، أنت لست من الأمة، أنت لست من الأمة، ولن يكون لك نصيب في هذه الأمة مع هذه الأمة. نعم، الأمة التي سيعزها الله. توبوا إلى الله، والموضوع هو ترك الذنوب ومراقبة الله. بدك تتعلم تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، والحرف اللي بتطلع من ثمك هذا أنت مسؤول أمام الله عليه، قد يدخلك هذا الحرف النار. يأتي ناس والله لا يعرفوا شيء عن الاستغفار ويتكلموا ضيعوا الأمة في التنظير. عندما لا تعطيني خريطة الطريق ولا لأي حديث فأنت ضيعتني، ضيعك الله. نعم ضيعك الله. أسأل الله كل من لا يعيش الآيات أن يسحب الله البساط من تحت قدميه من هذه المنابر، ويولي من هم أصحاب بلغوا عني ولو آية إن شاء الله، الذين يعيشون الآيات ويخرجوا للناس. نعم هذا زمان لازم يتغير، لازم نركز على ذنوب الأمة. الله بيعذب الأمة، تسمع خطب جمعة والله يقشعر بدني إلها، وكأننا بألف خير، وكأننا الأنبياء والأولياء مش ساقطين لا بإباحيات ولا بالقروض الربوية، ولا عدونا يبطش بنا بعد أن نزع الله المهابة من صدره منا. ليش يا ربي نزعت المهابة من صدر عدو مني؟ ليش؟ اسأل حالك ليش يتجرأ عليك ويدوس بالأقدام؟ ليش؟ من أذن له؟ الرسول عليه السلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، بس يذكروا اسم الرسول عليه السلام كانوا يرتعبوا يسلموا لمسيرة شهر. احنا اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا نعيش الذل والهوان بذنوبنا، بالإباحيات، بالربا، بقطيعة الأرحام، بالغيبة، بالنميمة، بالكره، بالبغض، بس منبري، بس أنا، هكذا عايشين لأنفسنا، لا نستحي من الله. أقول لبعض المنابر اتقوا الله والله سيحاسبكم الله، لا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم هذه الدنيا، لا يغرنكم حتى لو عندكم علم، لا يغرنكم هذا الأمر. نعم إذا ما في عندك روحانيات
يعني أمور بينك وبين الله، استجاب الدعاء، ترى إن الله يؤيدك بكل حرف. تفقد حالك يا عمي، تفقد حالك. أما وكأنك يعني في اليوم الذكاء الاصطناعي يتكلم أفضل منك، فكل صاحب منبر يتكلم كل يوم يغير موضوع، يوم هنا يوم هنا يوم هنا. ليش يا أخي؟ أمي بخير أنك تتكلم كل يوم موضوع. يا أخي مش اسها موضوع الذنوب؟ ولا أنت مش عارف حالك أنك أنت كمان غرقان في الذنوب؟ ما احنا في وضع لما احنا بس انا تبين انه صحيح احنا شو اللي بجلي لنا كل شيء هو الاستغفار يا جماعة. الاستغفار يبدأ يمحى هذه الغشاوة التي على القلب حتى تبدأ تبصر. نعم، الاستغفار بتقول له استغفر، بقول لك انا بصلي على النبي وبحوقل وبستغفر وبقرا سورة ياسين. مين قال لك تقرا كل هذا؟ الآن استغفر. الآن أنت مساوي مش جبال تهامة، 500,000 جبل تهامة من الذنوب. استغفر الآن، الآن استغفر. أنت لا تعرف عن من تعصي حتى أنك أنت عمال تسبح. وهكذا التسبيح للناس الأتقياء والأنقياء والذين تابوا والذين لزموا وعرفوا قدر الله جل في علاه. نعم، ما قدر الله حق قدره، لا نعرف، مش عارفين نقدر الله. يعني ببيعك بدقيقة، بكذب عليك، بغشك، بطعن فيك، بسب عليك، ما بيهمنيش. ما انت مش سامعني. اين الله؟ فش. اين الله في حياتي؟ مش موجود. بس لما انا بتضايق وبدي فلوس بصير الله الله، ولما أنا من غير شر بصير في حال بين الحياة والموت، قصف وموت وزلازل وبلابل وديون ركبتني وبدين يحبسوني. الله الله، هكذا. طب من الذي أزال هذا الحصى مني؟ والله ما طلبت، والله إني كنت أدفع ثمن في الماضي. أقسم بالله أنا قلت لك كنت أصلي ركعتين شكر من كثر العذاب التي تعذبته، وأنا يعني قد عملت عملية التكسير. التكسير هذا بدون جراحة، هذا ألترا ساوند، يعني موجات صوتية، يعني وكأنك تصب الجحيم نار جهنم يعني داخل المسالك البولية. إن شربت كثير بدك تطير مية كثير، وهناك بدك تدفع ثمن. وإذا قللت الماء وكأنها درجات الحرارة ترتفع إلى فوقي الغليان بكثير، يعني جهنم. الآن بدون وجع، بدون شيء، تسير كل هذا الطريق بدون شيء. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا. هذا يدل على شيء عظيم قادم، والله هذا شيء قد نعم، الله عافى وشافى كثير. خلينا نشوف، في عنا قصص قد يطول الدرس، في عنا قصة طويلة وأسئلة، لكن يكفي انك انت تسمع. إذا لزمت الاستغفار فأنت بمنأى عما يدور حولك. سيأخذك الله إلى مكان آمن، لأنه الأمن في الاستغفار. الآن بقي الأمن في الاستغفار. الصلاة على رسول الله لا نقلل من أهميتها، ولا الحوقلة، ولا قراءة القرآن، ولا حفظ القرآن، ولا قيام الليل، ولا أي شيء. لكن بالبداية عشان تكونش في دائرة المفلس وانت عمال تعمل كل هذه الأعمال بحديث المفلس، ولا تكون في حديث الذي إذا خال في محارم الله جعل الله أعماله هباء منثورا، ولا تكون يا رسول الله إنها تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانه في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. ولا تدخل في باب الشرك الخفي الذي من نسب فضل الله عليه لغير الله أو لنفسه، أو زكى نفسه وقال أنا خير منه كما قال إبليس، أو إنما أوتيته على علم، كل هذا الذي جمعته أنا بشطارتي. فهذا كله يحبط العمل. اخرج من هذه الدائرة عشان تقوم الليل وترى الثمار. اخرج من دائرة هذه الذنوب عشان ترى ثمار.
مش فقط بعد ما تخلص قيام الليل وتذهب إلى البيت الله أنا بعدني لا أنا مخاصم أهلي وهكذا، وقرض الربوي عمال أجدد بجدد السيارة، مستمر في كل ما أنا فيه من ذنوب وذنوب خلوات وقضية أرحام وانبطاح تحت شهوتي والأعراس والأفراح والعري والتكشف والسحر اللي مش مخلي بيت، السحر اللي مش مخلي بيت. أنت بدك عز يا جماعة، أي عز والله إن لم نتوب سيهيننا الله شر مهانة. النساء فليتقوا الله بهذه السحر، بيعملوا سحر أساسي يعني يمشوا بنات ويزوجوهن وهكذا، فليتقوا الله. وفي رجال كمان لحقتهن. نعم أنا قلت بدنا نسمع القصص بس، لكن يا جماعة أنا شايف الصورة التي من حولنا، الإدلال الذي تهان به الأمة. طبعا الله أذن بهذا الإدلال، الله جل في علاه يريد هذا الإدلال لهذه الأمة. أي أمة المسمى بالمسلمين، المسمى لا تقيم من الإسلام شيء، إلا بيصلي بتلاقيه بيكذب، ولا بيكذب ولا بيصوم بتلاقيه لسانه طويل ما بضبوش، أو فلان غرقان بالربا، أو متعرية وبتصلي، أو معطلة أو بتصلي، مش مهم أنا بصلي. أنت بدك تقبل اقبل يا ربي، بدكاش بلاش، أنت حر. يعني هكذا إحنا بنتعامل مع الله. أنا تصدقت بكفي، أنا دفوت على الجنة بصدقة، هكذا هيك فهموا الدين، إني بعمل معروفيات لله، هكذا فهمونا. بتصلي أي صلاة؟ صلاة المفلس؟ ولا صلاة التي إذا صامت تصوم الليل وتقوم النهار ولكنها تؤدي جرافة في لسانها؟ ولا صلاة الذي إذا خلى في محارم الله انتهك؟ أي صلاة؟ قل له أي صلاة بتصلي؟ أي صلاة فيها اشتمار ولا شيء، فيها ذل وهوان؟ أي صلاة بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتعرفش اللي بيصلي حدك بجنبك، بتعرف شو اسمه 10 سنين بتصلي بجنبه؟ والله لا نعرف أسمائهم. بتفوت معي بس على المسجد، بتطلع معي بس على المسجد، ليه؟ ستهان ناس كثيرون، سيهانوا والله، القادم أعظم. اصبر، كل من لم يلزم الاستغفار سيهان. اصبر قليل، سيهان كل من لم يلزم الاستغفار والتوبة والرجوع. قل له استغفر، بقول لك بسبح. قل استغفر، بقول لك أفضل إني أقرأ القرآن. أنت مش أهل لقراءة القرآن الآن، هذا بدنا نقرأ إن شاء الله، بس بعد ما نتوب، بعد ما نستغفر على ذنوب أحصاها الله علينا ونسيناها. نعم، استوجبت علينا هذه الذنوب العقاب الذي يبطش الله فينا. استغفر. المذنب بيستغفر أول شيء، بضل يستغفر حتى ينشرح صدره ويرى نتائج الاستغفار. نعم، ما قلت لك تترك العبادات وتلزم الاستغفار، لكن عليك أن تستغفر، لأنك أنت بتزكي نفسك إذا بتستغفرش. من لا يستغفر فهو قد زكى نفسه، أنا مش مذنب. والله في ناس بتقول لك أنا لا أذنب، بفكروا الذنب هو قتل للنفس، لكن ستدفع الناس أثمان باهظة إلا المستغفر. يلا معلش نأخذ هذه القصة، بما إنه الفيديو راح يطول نسمع من القصة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا متتبعي بلغوا عني ولو آية. إن شاء الله هذه الحلقة ربما ستبث مع الأخ محمد حجازي في بلغوا عني ولو آية المركزية، وكذلك في همس المستغفرات وعلى قناة القصص. ربما في همس المستغفرات لن ننشرها، ستكون على قناة القصص لأنها تكملة لقصة أختها كنا قد روينا قصتها من قبل. فقط اعذروني مشاهدينا الكرام، القصة وصلتني جزء مكتوب باللغة الفصحى وجزء بالعامية، سأحاول أن أوصلها بلغة بيضاء، بلغة يفهمها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا أم يونس من العاصمة الجزائر. حبيت أشارك قصتي مع الاستغفار. الاستغفار لغيري الذي غير حياتي والحمد لله إلى الأحسن. أولا لما تزوجت سكنت فوق بيت عائلة الزوج، ويعني في الطابق الأول، وكان هذا هو المشكل، يعني البيت اللي كنت فيه ضيق بزاف، ضيق كثير، وفيه حاجات ناقصين، وكذلك أهل الزوج كانوا من النوع اللي يفتعلوا المشاكل، خاصة أمه التي كانت تتدخل بيني وبين زوجي وتفتعل المشاكل وتحرض زوجي عني وعلي، وولات حياتي وأصبحت حياتي جحيم معها، وعلاقتي الزوجية في خطر، حتى أننا وصلنا تقريبا للطلاق عدة مرات. كنت أجلس والناس كنت أجلس للناس يعانون، كنت أحتاج للناس يعاونوني، للعائلة، للأقارب، للجيران، للأصدقاء، يعني وأحكي لهم لعلهم يساعدوني. لا شيء ولا حاجة تغيرت تقول، وما كانش نتيجة ولم تكن هناك نتيجة. قعدت في المشاكل نفسهم، حتى أنني كما يقولون مرضت نفسيا، ووليت أبكي، وصرت يعني أبكي الليلة مع النهار، وليت يعني وصرت أقول علاش أنا، لماذا أنا؟ لأني كنت في بيت غير لائق، أتعب يوميا، خاصة عندي أطفال في البرد، نعاني في الصيف، نعاني، الزوج حبس الخدمة، توقف عن العمل، الدخل صار قليل، زاد الفقر والمشاكل، يعني أغلقت علي من كل الأبواب، أو أغلقت كل الأبواب. كنت أصلي الحمد لله، أقرأ القرآن، حتى اليوم اللي كنت نحوس فيه أبحث في الانترنت صادفني فيديو لأخت حاملة مسبحة، وقالت أنها هذه المسبحة هي اللي غيرت لها حياتها بالاستغفار. لم أهتم للأمر بجدية، لكن بقي الفيديو في رأسي حتى النهار الذي يعني جاء اليوم الذي تلقيت فيه مرت أخي، زوجة أخيها، لقيتها حاملة المسبحة، كلمتها على الفيديو، نزعت المسبحة الإلكترونية من يدها وهدتها لي. من يوم هذاك وأنا أستغفر بأعداد قليلة حتى دخل شهر رمضان الكريم. ضاعفت الاستغفار، يعني هناك حينها ضاعفت الاستغفار لأعداد، ووليت أستغفر بالآلاف، وصرت أستغفر بالآلاف. والله العظيم، والله على ما أقول شهيد، أني قطفت معجزات حياتي، قطفت معجزات وحياتي تغيرت، يا سبحان الله. المشكل الأول الذي ما ذكرتوش هو الدين. كنت اقترضت من أخي 20 مليون، طبعا 20 مليون بالجزائري هي ربما حوالي 5,000 بالمصري، ويعني وربما 1000 ريال أو في هذه الحدود، لأدخل مشروع مع قريبة لي، والمشروع هذاك يعني ذاك المشروع لم ينجح. يعني كنت مديونة، صدقوني. كلمت قريبتي في الهاتف، قالت لي المبلغ تاعك، مبلغك يعني لازال على حاله، أرواحي تديه، تعالي خذيه كما هو، لم ينقص منه شيء، لم تدخله يعني في هذه الشراكة. الأخت التي أردت أن تشاركها جزاها الله كل خير أعادت لها المبلغ. قال سبحان الله، اتصلت بأخي فرحة وقلت له تعالي أخي خذ المبلغ الذي استلفته منك، لقد أعدته من قريبتنا لأنها لم تضعه في المشروع.
فسبحان الله قال لي أنا لم أسلفك، أنا مديت لك المبلغ، أعطيتك المبلغ، ربي يجازيه إن شاء الله. سبحان الله، بعدما كنت مديونة وليت أنا صاحبة المبلغ، يعني صرت أنا صاحبة المبلغ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. المشكلة الثانية واللي كانت معيشاني في ضغط نفسي كبير اللي هو السكن وعمل زوجي اللي كان غير مستقر ودخله ضعيف جدا. الحمد لله بعد أيام اتقبل زوجي بالعمل، والحمد لله زوجي كان ضد فكرة الإيجار، لكن سبحان الله تغير رأيه بين ليلة وضحاها. كان ما عنده فلوس، الآن صار عنده فلوس. كان لا يملك ثمن الإيجار، الآن صار عنده ثمن الإيجار عفوا. ولذلك فتغير رأيه، وكذلك بفضل الله طبعا، فضل الله الذي جاء بالرزق وجاء بكل ذلك، فالحمد لله والشكر لله. فسبحانه تقول وبعد معاناة دامت لأكثر من 6 سنوات انحلت المشكلة في ظرف 3 إلى 4 أشهر، الحمد لله حمدا طيبا مباركا. أما باقي الثمار حتى ما أطولش عليك القصة، كانت أنه ربي بين لي ناس على حقيقتهم بين ليلة ونهار، بين ليلة وضحاها يعني. وكانت عندي دعوة كنت أدعيها، سبحان الله كنت أدعي أقول يا رب افتح لي باب رزق. والله العظيم الشهر الأول اللي سكنت فيه في البيت عملت مشروع صغير ونجح، وكانت الناس تجي لعندي وهي مرتاحة، والإنسانة اللي أتعامل معها يعني اللي بتحط عندها ما تشتغل وتبيعوا لها أو شيء من هذا القبيل تقول لي سبحان الله كم أني ارتحت لك. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. وتقول الأخت والآن أنا أتابع قناة محمد حجازي جزاه الله عنا كل خير، وأستغفر يوميا بالمسبحة 5000 ودون مسبحة كل يوم، وأنا أقوم بأعمالي المنزلية. أصبحت مدمنة استغفار. يعني والله كنا يحصل معنا ذلك. النساء سبحان الله، يعني أنا أحيانا بستغفر 5000 أو 7000 يعني بالمسبحة، وبعدين أترك المسبحة وأقوم بأشغال البيت، فلا أعلم بصراحة، قد أستغفر لساعة، ساعة ونص، ساعتين، ولا يمكن يعني ضبط العدد. والمهم الله لن ينسى سبحانه، ما كان ربك نسيا. وكذلك كثير أمور. تقول الأخت لاحظتها علاقتي بزوجي تحسنت. هذه الملاحظة كلنا لاحظناها، يعني علاقتنا في البيت مع الزوج، مع الأبناء، مع الأهل، مع الأقارب، مع الأصدقاء، الله يرتب لنا حياتنا كما نحب ونرضى. وسبحان الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، نشعر بذلك الرضا ونلمسه في حياتنا. تقول وكذلك تحسنت كثيرا علاقتها بزوجها. أصبح تقول لدي جارات أتحدث إليهن أثناء الحديث بلغيهم عن الاستغفار. أحيانا بعد أن كنت أشعر بالوحدة لأنه في البيت الذي كنت فيه لا أتحدث مع أحد، وكذلك رغم أننا تنقلنا إلى هذا البيت زوجي يوميا يزور والديه ويطمئن عليهم، والحمد لله. طبعا كوني زوجة صالحة تذكر زوجها بعائلته. وحتى أنت عزيزتي، أنت دورك مهم جدا، أنه لا تغفلي، ذكريه، وأنت كذلك زوريهم وتذكريهم وتوددي لهم. هذه الأم التي هي أم زوجك أنجبت لك هذا الرجل وربته وأنشأته إلى أن صار رجلا كبيرا يعتمد عليه، وأنت أخذت هذه الثمرة جاهزة إن شاء الله زوجا صالحا لك وابنا بارا بوالدته. لا تنسي ذلك، وتوددي وتقربي لزوجك من خلال برك لوالدته وكل أهله طبعا. والله العظيم نعم لا تعد. حتى أحيانا أتذكر كيف كنت وكيف أصبحت، حتى أندهش في عطاء الله، فله الحمد وله الشكر. والله كلنا في دهشة والله يا أختي الكريمة. يعني هناك أشياء لا تحكى، من عجبها لا تحكى. وكذلك لاحظت حاجة، يعني لاحظت حاجة زي ما يقول المصري عفوا مشاهدينا،
وكذلك لاحظت حاجة أني أتمنى فقط شيء حتى ولو بسيط يحدث. سبحان الله، مثلا تعطلت غسالة الملابس، قامت أمي بإعطائي غسالتها وهي تقريبا جديدة دون أن أطلب منها شيء. وكذلك ابني كسر تليفوني، والله العظيم ما فاتت 24 ساعة جاني تليفون جديد. والله أنا بس يعني مساندة لكلامك وتصديقا على كلامك، والله أمنياتي صارت تتحقق. بس أتمنى، سبحان الله، يعني أحيانا أخجل من ربي وأقول أنا حتى لم أرفع يدي إلى السماء ولم أقول اللهم إني أسألك كذا وكذا. وموضوع التليفون أنا يعني أرسلت رسالة لصديقة فوصلتها بدون صوت، فماني عارفة هذاك اليوم شو اللي حاصل لتليفوني، فالتليفون أم رفيدة ما طلع صوت. مرة انتبهت إنه السماعة ملتصقة فقلت يمكن من السماعة. ثاني مرة ما انتبهت لكن الصوت ما طلع، فاعتذرت لهذه الأخت الفاضلة فقالت لي أنا راح أهديكي تليفون يا بنت الحلال. قلت لها لا تهديني تليفون ولا شيء، فأصرت بصراحة وقالت لي راح أهدي لك تليفون. فشو أقول لك ولا شو أحكي لك ولا ماذا نقول لمتابعينا الكرام؟ نعم، أمنياتنا أصبحت تتحقق. إن الله لا يعذب المستغفر، ولكن الله كذلك يثمر حياة هذا المستغفر. حياتنا تصبح مثمرة، يعني المدد لا ينقطع، مدد الرزق، مدد العطاء، مدد بر الأبناء، مدد احتضان الأهل وحب الأهل، وكذلك العطاء. احنا بنأخذ ولكن بنعطي. التبليغ عطاء، محبة الآخرين عطاء. أنه كل من وجدت من الأخوات أو وجد من الإخوة الحمد لله يعني استغفر ونال، هذه عطية الله وهذه من نعم الله تظهر علينا مشاهدة، ولكن كذلك نظهرها بالتبليغ، نبلغ غيرنا. نحن أمة يعني نرفع مع بعض، نحن كتلة واحدة، جسد واحد. لا ينفع المؤمن المستغفر الذي عرف ربه أن يقول اللهم نفسي، لا ينفع. حتى لا أطيل ولا يختلط الأمر، لأنه المقطع هذا إن شاء الله أنا نسيت نفسي سيبث في قناة القصص. دمتم بخير. هذه قصة جديدة من مستغفرة معنا مع فريق عمل بلغوا عني ولو آية. دمتم بخير. هذا إن شاء الله سيكون مع أخونا خالد ذياب في قناة قصص بلغوا عني ولو آية. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو قال الرسول عليه السلام؟ ماذا قال بالحديث؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. كم من هم هذه المرأة كفاها الله. أنا دبين بس الفرق، لا نقلل من شأن الصلاة على رسول الله، بس في طعم لكل حديث عشان تعرف ما تصيرش قرآني، مش يصير وكأنه الدين كلياته يعني باكج واحد، يعني صنف واحد. لا، الدين متنوع، الأحاديث متنوعة. يعني عملت كذا تجد كذا، عملت كذا في كذا، هكذا عشان تعرف عظمة الله. نعم، فبالصلاة على رسول الله أنا عندي هم كبير، إسا أكبر هم تكفى همك. هم جعل له من كل هم فرجا بالاستغفار. أنا ما بعرفش إنه كان بدي أشفى بالبروستات، والله ما كنت أعرف، ولا كنت أعرف إنه هذا الحصو عمال يطلع مني، بده يطلع هكذا وبدون وجع، ما كنت أعرف. نعم، ما كنت أعرف إني إن العملية تبعت العين بدي أسويها وتظبط العين الثانية بفضل الله، وكله من فضل الله علينا. ما كنت أعرف إنه تبعات كورونا ده تروح مني، لا، ما كنت أعرف ولا شيء من هذا الأمر القبيل، لا. عشان تعرف، ما كنت أعرف إنه أحمد النعناع الله بده ينجيه من الزلزال الذي ضرب سوريا، وخرج يسأل ما حدث، والأمور كلها محطمة هناك في سوريا عندما ضرب الزلزال سوريا وتركيا. ما كنت أعرف هناك في إخوة مغاربة كمان بالزلزال كمان خرجوا يقول ما شعرنا بشيء. نعم، هذا البيت الذي بدرنا ملناش علاقة فيه، ولكن هو أكبر شاهد على إن الله قد يحفظك أنت الذي في درنا في ليبيا. نعم، وهذه الأخت السودانية التي في حرب السودان تنقلت من فيلا إلى فيلا، كل الناس واقفة بالطوابير وهي مستغفرة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان.
وتتنقل من فيلا لفيلا، مكيفات، بيوت ما كانت تحلم انها تشوفها مش تسكن فيها. نعم، في حرب السودان هذه، نعم اخت نزلنا قصصها. نعم، كم من هذا هو حال الأمة. الموضوع مش انك تزيد طاعات، الموضوع انك تتوب من الذنوب. بعد ما تتوب من الذنوب وتسيطر على الوضع، زيد قديش بدك. نعم، لأنه ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل، لكن الآن علينا أن نتوب وتكون النافلة مش نافلة. أول شيء الاستغفار ليس نافلة، الاستغفار ليس نافلة، الاستغفار فرض. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فأنت عليك، هذا أمر من أوامر الله، أن تستغفر الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، هذه أوامر. نعم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. بالله عليك، هل يصل المسلم إلى الذل مع الاستغفار؟ إذا لزم الاستغفار، لزوم الاستغفار مش إنك تعمل 10,000 استغفار وتنتهي، لا هذا ورد. اللزوم يعني كل اليوم أنا بدي أقرأ سورة البقرة، وقفت على الاستغفار، خلصت سورة البقرة بلزم الاستغفار. الآن أنا أريد أن أقرأ مثلا سورة الكهف مثلا، بوقف الاستغفار، خلصت سورة الكهف بستمر بالاستغفار. هكذا عندي ورد للصلاة على رسول الله مثلا 200-300، صليت على رسول الله خلصت برجع للاستغفار. من لازمة كل الوقت هو شو بقول؟ استغفر الله. خلص الوظائف والمهام تبعته اللي هو مرتبها، قرأ سورة مثلا البقرة وانتقل إلى آل عمران، خلصت يلا استغفار. هكذا الأصل كل اللي عنده هو أهم شيء هو الاستغفار. هذا الذي قال عنه من لزم الاستغفار. لكن الرسول عليه السلام قال عن الصلاة على رسول الله، قال أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله. سيدنا أبي بن كعب كان عنده دعاء طويل، يعني جلسة، يعني دعاء مش 100,000 دعاء، فكان يصلي على رسول الله، كان يصلي يعني قسم من هذا الدعاء. قال له يا رسول الله اجعل ربعه لك، يعني هذا الدعاء اللي أنا بديه. قال له إن شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن وصل أجعل كل هذا الدعاء اللي أنا بديه. يعني ربما نجلس وأنا أدعو لنفسي، أدعو لنفسي، أدعو لنفسي، وبهذا الدعاء أنا بقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكنت أكثر مثلا يعني خلينا نقول 100-200. وذهبت إلى الرسول عليه السلام قلت له يا رسول الله يعني إني أكثر صلاة عليك، أجعل هذا يعني دعائي ربعه لك، يعني أقسمه على 4 مثلا، خلينا 3 ساعة 5 دقائق الربع. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، يعني نص. قال له إن شئت وإن زدت فهو خير لك. بالخلاصة قال له أجعل كل يعني ما أدعيش لنفسي بس أصلي عليك. قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، عندي هم. إذا في حرب الآن أنا همي إني أخلص من هذه الحرب، إذا في هم إني أنا بدي أدفع دفعة الآن بهذه الدفعة، إذا أنا عندي، لكن في هموم أنت ما بتعلم فيها. أنا ما كنت أعلم إنه في عندي حصى لازم يتفتت، والله يا جماعة. نعم، أنا كنت أخذ دواء للبروستات وما شاء الله الأمور ماشي مع البروستات مع الدواء. لا عذرا، ما كانت ماشي، لا والله يشهد علي الله. يعني كان الدواء مرات يعني حتى أغير من دواء لدواء ما يزبط. أنا بقول قبل الاستغفار، يعني قبل الاستغفار أو بداية الاستغفار، بس بعد الاستغفار ولزوم الاستغفار لربما يعني أشهر طويلة. وإذا أنا أجد نفسي لا أفيق بالليل عشان أجلكم الله، لا أفيق بالليل مع إني كنت أفيق بالليل، وإذا أنت بتحبس هذا الأمر أنت كيف بقولوا أكلتها مشكلة. فبدأ الأمر يعني طب أنا ما كنتش أعرف، طب أنا ما سألت الله عن هذا الأمر، هذا ما كان هو همي، ما كانش همي. ولكن من كل هم، مش بدك تدفع ثمن السيارة وبدك تأمن السيارة وبدك تجدد تست السيارة وعجال السيارة وبدك تدفع مصاريف المدرسة لابنك وبدك انت مرت عمك زوجة ام زوجك مغلبتك والبيت ضيق وأجار كهرباء وسمي 100,000 موضوع.
طيب هذول كل هموم؟ بالصلاة على رسول الله قال لك تكفى همك، هنا يخرج من كل هم. ما واضحة يعني، بداش يعني يروح للقاضي، لكن اللي عاش هاي وعاش هاي بيفهم شو معنى الفرق بيناتهم. صحيح أنا إذا صليت على رسول الله وكنت بدي أتزوج وتزوجت وهكذا والله فتح علي، ثم استمريت صار عقلي أنا بعدين في إني بدي وظيفي فالله فتح علي، فهذا هم من ثاني، وهكذا الله يفتح علي بالثالث. أو كان همي إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا تكفى همك. لكن بالاستغفار لا تقلل، إحنا مأمورين نصلي على رسول الله، أمر رباني. لكن يعني حتى في أذكار الصباح والمساء، 10 الصباح 10 المساء، ما قال لك ألاف، ما قال لك إلزم الصلاة على رسول الله، قال صلي يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل على سيدنا محمد. المهم، فبالاستغفار أنت مأمور إنك تكثر اللزم، اللزوم ما ب5 و10. ثم إن سيدنا أبو هريرة ما كان ليستغفر 12,000 ويقول على قدر عتقه دون أن يستأذن رسول الله. هذا صحابي، هذا مش إحنا، هذا صحابي جليل، هذا صحابي من رواة الحديث، هذا صحابي جليل من مقربين جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان ليتكلم في هذا الكلام من جيبه، كما قال أبي بن كعب بين، فهذا حتما قال يا رسول الله أنا أريد أن أعتق، لربما قال إني أريد أن أعتق رقبتي من النار، كم أجعل من الاستغفار. أنا متأكد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دله كم هو الاستغفار الذي سيعتقه. ما معنى أن يعتقك الله من النار؟ أنت مغفور، أنت مغفور الذنب. إذا مت اليوم أنت من أهل الجنة، أنت إذا مت اليوم أنت من أهل الجنة ب12,000 استغفار تبعون أبو هريرة. طب أنا إذا مت اليوم وأنا من أهل الجنة، فهل أنا بعذاب في الدنيا عمال يعذبني الله فيه، مديون ومهموم ومكروب ولا قصف فوق راسي؟ معقولة؟ ولا أنا مش حاسس ولا شاعر؟ أنا ما بدي أخذ اليوم، أنا بلشت اليوم القصف فوق راسي واليوم أنا بدأت ب12,000. أنا ما بدي أخذ هيك، أنا بدي أخذ، أنا إنسان أعيش معه. من عرف الله بالرخاء عرف الله في السراء في الضراء، من عرف الله في الرخاء أو في السراء عرف الله في الضراء. لكن أنا مبحر، صار لي مدي عمال أستغفر، لربما إذا أنا بده يقع حرب في هذه المنطقة لربما أنا أكون مسافر، لربما، أو كما حدث للأخ أحمد النعناع بسوريا، أو بالإخوة في المغرب، أو هذا الأخ صاحب البيت اللي في بديرنا في ليبيا، من هدمش كل شيء هدم من حوله، والماء وصل إلى الطابق العاشر، لكن هذا البيت ما شاء الله تقول حد دهنه طلاء جديد، كاينين منظفينه الملائكة. اللي تقوله أصحاب المنابر لازم يعرفوا قيمة الاستغفار في حياتنا عشان يبينوا للناس، وإن لم يستغفر والله سيطولهم عذاب. إذا سيدنا يونس أصابه العذاب وما بلغوا، وإذا بالأخص بيسمعوا ما نقول ولا يبلغوا، والله سيطولهم الله، والله سيطولهم. يعني سيدنا يونس أدار ظهره بعد أن دعا سنين وهو يدعو قومه ويدعو مسكرين ذنين يا جماعة، عندما أدار ظهره التقمه الحوت. يعني أنت بدون إذن تركت الدعوة فالتقمه الحوت. يقال إنه على هذا الذنب 45 أو 45 يوم في بطن الحوت كان يونس، على ذنب واحد. ما بالك الإباحيات، ليلي الربا الذي هو أكبر، الدرهم ربا أكبر من 36 زنية. هذا التكشف العري وإغراء الشباب وتسبب الصبايا للشباب بترك الصلاة حتى، والدخول في الإباحيات، وسمي ما تشاء. وهذه الأهالي التي بتعلي مهر الزواج، نعم، ماذا سيطولك؟ فلوس. ماذا؟ بالتاجر والظلم، والله ستدفع أثمان. ومين اللي بدفع أثمان على فطني؟ يعني شوفوا بالله عليكم.
في الحرب العالمية الثانية كان الغرب الذي دفع بالأخص، يعني بالأخص، لما هي ضاعت الأوطان كلها، ضاعت كل، راحت الخلافة وراحت كلياته. الحرب العالمية الثانية كله راح، دفعت الناس أثمان باهظة ولا زالت تدفع إلى يومنا هذا. سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، المغرب ضربها زلزال، ليبيا كمان مرة ضربت تسونامي، تركيا ضربها زلازل، سوريا ضربها زلزال وحرب. نعم، عندنا غزة كله حروب، أمور طحن فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أعتذر إني أطلت، لكني أنا عارف الحل لهذه الأمة مش في قيام الليل. قيام الليل للذين تابوا. نعم أنت بتفكر إنك تتبع السيئة حسنة وأنت لازلت مصر، ما فيش إلك إشي عند الله. هيك عملنا زيك، كنا نعمل اللي بتعمله وما طلعناش ولا بنتيجة. كل اللي عمال تمر عليه والبكاء اللي بكيناه قبل الاستغفار والتهجد ويا رب واعتكاف في المسجد وقيام ليل وجلوس بين الفجر والشروق وحج وعمرتين وصيام اثنين وخميس وصدقات وإنفاق والله لما كانت يوم الجنين أقسم بالله المخيم جنين القديم، والله كل واحد يبكي لله. أنا الله لا يسمعني يا جماعة. إنسان غرقان في بحول شهواته لا ينظر إليه الله. لربما أنت مضطر فالله بيبين لك أنه موجود. الزانية من بني إسرائيل دخلت الجنة بكلب سقته شربة ماء أجلكم الله. لربما الله قذف في قلبها بعد ذلك الإيمان، ولربما كان مآلها إلى الجنة. بتعرف يعني مآلها؟ بعد أن مرت في مراحل عذاب في الدنيا وفي القبر وفي لربما النار كمان. ونحن مآلنا، نحن لا ندخل الجنة ابتداء، نحن مآلنا إن شاء الله إذا كنا على التوحيد ومتنا على التوحيد إلى الجنة بعد ما تدفع أثمان كل كلمة قلتها. حديث المفلس الذي دخل في محارم الله والذي قال عنه رسول الله إذن هي في النار. نعم، فستدخل النار ولربما تخرج من النار لا تخلد. أخرجوه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وين كان هذا الأخ؟ هذا كان في النار. أخرج يعني الصديق يشفع للصديق. وين كان الصديق الثاني؟ كان في جهنم والعياذ بالله. بعد سنين طويلة يأذن الله الصاحب يشفع لصاحبه ويطلعه من النار، مش قبل ما يفوت النار، لا، بتدفع الناس أثمان. عشان هيك لازم تخاف من الجليل، لازم تخاف ترتعب. راقب يا أخي، عيش المراقبة يا أخي، عامل ما كما يريد الله. مش أنت الله خلقك لوحدك أناني إنسان بتحب نفسك، ما فيش لك نتائج، ما في ثمار، ده عايش لنفسك. الحمد لله رب العالمين. وإذا أنت عايش عشان يقال عنك، عشان يقال يشار إليك في البنان، سيقول لك الله في الآخرة وقد قيل جروه إلى جهنم والعياذ بالله. وقد قيل، نعم، إذا حفظ فيما حفظت قال فيك يا رب، قال كذبت، بل لا يقال وقد قيل. وانت إذا صاحب منبر وعمال تتفنن بالخطب والطلاب اللي عندك إني أسقط ناس موجودة في البلد بس بيجوا بيصلوا بيولوا، صار زي الكنائس، يلا بيروح يوم الأحد وخلاص بيغفر لنا البابا، وإحنا صار يغفر لنا الشيخ. بطبطب لما انتم ببلاها اصبروا شوي. إلا غرقان في الربا بقولوش اترك الربا، ولا بدخن، ولا بالإباحيات، ولا قاطع رحمه، ولا سمي شو ما تشاء. ما قال له ادعكها، اصحك انت صلاتك كلها مردودة عليك. ما ربما هو كمان بيعمل نفس الشيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اعتذر كلام يطول لأنه الوضع عندنا مأساوي. توبوا يا جماعة، اتركوا هذه الذنوب. نعم، سورة البقرة ستحلق لك كل هذه السقطات، لكن وحدي عبادي بدون ما تعرف الله من تعبد. تعرف مين تعبد؟
معقولة واحد بيصلي 40 سنة وبيعرفش الله؟ ما في شيء بينه وبين الله؟ معقولة يعني؟ بتعرف ليش؟ بتعرف ليش مش انت بتعرفش الله؟ لانه همك بسيارة، وهمك بزوجي، وهمك بفلوس. هذا ما كان همك الله. انت ما كان همك تعرف الله، ما كان همك انك انت تتقرب وما تكونش من البنط العريض تبع الامة الناس كعامة الناس. ما كان همك انك انت يا رب استخدمني ولا تستبدلني. ما كان همك يا رب اجعل لي يعني عمل اعمله تنادي علي على رؤوس، تنادي باسمي، هو عطاء من عند الله، على رؤوس الاشهاد. هذا عبدنا كان يفعل كذا وكذا، يعني هو عطاء من عند الله، مش أجلكم الله كالأنعام نأكل ونشرب وننام ونجامع خلص الموضوع. كل يوم شو بدنا نطبخ، شو بكرة تروح معي على المشوار، يلا في عنا عرس، يلا ثاني يوم يلا شو كمان، شو بدنا نطبخ. هكذا بتعلم العلم لنفسه عشان يقال، لنفسه عشان يقولوا هذا أخذ الدكتوراه، ليقال والله ما بعقل أمي ولا كيف تنهض أمي، ولا يريد أن تنهض الأمي، لأن النهضة بتحطه هو يعني بصير هو الطالب وهن المعلمين، لا يريد أن أي واحد يرتقي فوقه. وهناك من يظن إنه خير الناس، لا يريد لهذه الأمة. يا أخي ده أنا كنت أظن إني من خير الناس، على كل الناس يكون أفضل مني عشان أكون خير أمة. يا رب تجعل كل الناس أفضل مني، ولكن يعني أكون من أهل الجنة يعني طبعا. إذا أنت بدك تفكر بحالك وأنا أفكر بحالي، والله غير يستعبدونا، والله غير يستعبدونا، ويأذن الله لهم بهذا. نعم، الموضوع مش إنك تلقي أشعار، موضوع انك تتوب من الذنوب، وتعرف انه الذنب سبب الذل. هذا هو. وانت عندما تذنب انت تتجرأ على الله، لكن عشان الأمة تنهض لازم يحفظوا الأطفال كتاب الله، ويحفظوهم أن يحفظوا سورة البقرة، يرددوها يوميا سورة البقرة. لحفظة كتاب الله أن يرددوا سورة البقرة يوميا ثم ينطلقوا بباقي الحفظ. إحنا لا نجيد التدبير، سورة البقرة بفضل الله هي المدبر بعد الله، يعني بإذن الله. نحن لا نجيد التدبير لسورة البقرة، فعل هي الحافظ بفضل الله والضامن من فضل الله. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فلو أن درسونا أن نحافظ على سورة البقرة في أول النهار، أول درس اقرأ البقرة، كل واحد يقرأها، يا خلينا قاعدين نقرأ البقرة، وآخر حصة خلينا نستغفر. والله غير نسود الأمم، أقسم بالله سنسود الأمم. انتوا بتفكروا انه سورة البقرة يعني هي يعني هيك بتعرف يعني زي القرآن، واللي بيقرأ القرآن بيعرف شو يعمل القرآن. لكن سورة البقرة عندما تأخذها وترددها لها أفعالها. يطول الكلام، ولكن إن شاء الله سيأتي اليوم ويأذن الله لا له لفلان إنك تأخذ سورة البقرة أو تلزم الاستغفار، وأمرنا كله عند الله. نعم، في بعد قصص والله كثيرة والكلام يطول، والحمد لله رب العالمين. ولكني والله أرى، الله عارف إن هذه الأمة الله الذي يعذبها، وخلاصها بيدها اترك الذنب وتب إلى الله. ما تتفننليش بالأذكار إسا، لا تتفنن، ابكي على ذنبك. فيش حاجة تستحضر هذا الذنب، ولا تأخذ ولا كلام من أي منظر، ولا حرف بضيعك، والله بضيعك. كلامهم منمق وجميل، وهو أحاديث من لرسول الله. لكن أين الأمة؟ وين كنت يا جميل أنت؟ هل يقول لك أنا أعيش الاستغفار؟
ويقول أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، أنا أعيش الاستغفار وأنا لازم للاستغفار، وأكثر من 12,000 أو 10,000 أو 7,000، يقول مش 200 و300. واحد يريد أن يأخذكم إلى 70 استغفار، 70 استغفار عقبال الإباحيات والربا والغناء والأنا وكل هذا، 70 استغفار. الله لو يستحوا من الله. الحمد لله على كل حال. حياكم الله، بارك الله فيكم. الزموا الاستغفار. منذ أن وضعت لنفسي أقل شيء 12,000 استغفار ما نزلت عن 13 و14 و15 بأغلب الأوقات، يعني تقريبا 17 18 19,000 استغفار، مع أني كنت أنزل للثلاثة والأربعة والخمسة، والحمد لله رب العالمين. هذا الشفاء بدأ شيء وراء الثاني، والحمد لله رب العالمين. الخلاص والسعادة في الاستغفار والتوبة والرجوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.